الامور جدا. الكره بتتحول مره اخرى، ليس من السهل. يحاول، انظر الى ايلاي فاضل من بعيد، مد الله العليان. شباك تتحرك، كره عرضيه بتتهيأ، تصويبه، الله! الفقره التي تأجلت من حفل الافتتاح، هدف العراق الأول في خليجي 25 عن طريق إبراهيم بايش. 1-0، العراق واحد، ودائما واحد، وشعب واحد، ومصير واحد، وفرحة واحدة. 1-0، الكرة تسقط لكن العراق يقف، الكرة تسقط لكن العراق يقف، لكن إبراهيم بايش يقف، لكن أسود الرافدين تتقدم. وقائد المنتخب الوطني ضرغام يلعب الكرة عالية داخل المنطقة، ممكن في هذه اللحظات خطيرة. الله الله الله! لكن حكم المباراة ماذا يحدث في هذه اللحظات؟ حكم المباراة ماذا يحتسب في هذه اللحظات؟ هل هدف ثاني في هذه اللحظات للعراق أما الكرة الماضية خرجت؟ خلي نشوف. سيذهب إلى الفار في هذه اللحظات، وأعتقد هدف سليم للمنتخب العراقي، ما قد شاهدنا في اللقطة الماضية، وبالتالي أعتقد أن الهدف سليم في اللقطة الماضية. خلينا نشوف. يذهب إلى الفار عادل النقبي، وتأكد يا عادل، تأكد بنفسك يا نقبي، وهل سيكون هدف ثاني للعراق في هذه اللحظات أم لا؟ خلينا نشوف النقبي ماذا يحتسب في هذه اللحظات. أعتقد هدف، لأنه لم أشاهد الكرة وهي خرجت إلى خارج أرضية الملعب، فأعتقد ماذا ستحتسب يا نقبي. إذن أحبتي المشاهدين، جول، هدف ثاني للعراق، هدف ثاني لأسود الرافدين، هدف ثاني لمنتخبنا الوطني، وعن طريق اللاعب مؤمل عبد الرضا أو ضرغام إسماعيل. خلينا نشوف من هو اللاعب اللي أتى بهدف المنتخب العراقي الثاني. الله على العراق، الآن العراق اللي يتقدم بهدف ثاني على المنتخب السعودي. شوف الكرة الماضية، الله على الكرة الجميلة. هذا هو آسو رستم اللي يأتي بهدف ثاني للعراق. آسو رستم لا يكذبنا ويسجل هدف، أو خلي نشوف من اللي سجل الهدف الثاني. طبعا أكيد آسو. على العراق، الله على العراق اللي يسجل هدف ثاني في هذه اللحظات. الله على منتخبنا الوطني، منتخبنا الآن اللي يأتي بالهدف الثاني على المنتخب السعودي، وبالتالي هدفين